السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. مكملين معاكم شغل الركنة، وشفتوا في الفيديوهات اللي فاتت كنت مصورة النجارة ومصورة القماش في فيديو لوحده، وكنت مصورة كمان بداية شغل الركنة. تعالوا نشوف وصلنا لحد فين في الركنة ديت. طبعا عندي الركنة دي بقطعتين. الكنبة الكبيرة فيها سرير، والقطعة الصغيرة شازلونج من غير صحارة. تمام. ده كده الشازلونج بتاعنا. طبعا هو كده متشطب تماما، ما فضلهوش اي حاجه، يعني هو هنا متفنش. الكنبه الكبيره هي اللي لسه ما اتفنشتش. تمام. خلينا في الشازلونج الاول. زي ما انتم شايفين كده القعده عندي ثابته، وفي نغز في القعده كده، وعندي ده كده تكمله الظهر بتاع الركنه التانية، وده الدراع. فانا عندي دراع اللي هو فك وتركيب دوت، بيتنجد قطعتين كده، الجزء اللي فوق لوحده واللي تحت بيبقى كده، يعني بيتركب عليه. تمام. ده شكله اهوت، كنت مصوراه لكم وهو خشب، وقلت لكم هيبان ويوضح اكتر في التنجيد. وادي اهوت شكله في التنجيد. تمام. زي ما قلت لكم كده، الشازلونج ما فيهوش صحاره، هو بس كده. القعده بتاعته ثابته. وطبعا الناحيه التانية او الكنبه التانية فيها سرير. هوريكم الدرج بتاعها. طبعا الظهر لسه ما اتشطبش، يعني لسه بنخيط له القماش، وانا عامله فيديو على اللي هي التلبيسه بتاعه الظهر ديت. هي بتتعمل تلبيسه وبتتلبس وبعدين بتتدبس. تمام. مصوراه فيديو برضو قبل كده، واكيد موجود على القناه. مش عارفه يعني هنزله قبل دوت ولا بعد، بس اكيد هنزله قبل. تمام كده. فالفيديوهات عامة هتنزل ورا بعضها على القناة، فاللي حابب يشوف الركنة من بدايتها للنهاية هيلاقي الفيديوهات كلها ورا بعض في القناة هنا. تمام. هنا بقى القعدة ديت لسه النغز بتاعتها متعملتش، وزي ما قلت لكم الدراع اهو برضو لسه هناك هيتركب. تعالوا اوريكم الدراع وهو متنجد. بصوا ده كده الدراع اهوت، طبعا هو متنجد لوحده اهوت. شايفين الدوران بتاعه، وبيتركب بقى على الجزء دوت وبيتمسمر. تمام. بيتثبت بالمسامير، وطبعا الكلابه ديت بتبقى متنجده زي ما انتم شايفين كده. تمام كده. تمام. طيب البضاعه بتاعتنا ايه اللي احنا استخدمناها هنا؟ انا عندي هنا السفنج بتاع الظهر، السفنج 5 5 سنتي، والسفنج ده نوعه هايبر. كان زوجي عامل فيديو عن السفنجات بتاعه الظهر اللي هي الفرز التاني ديت، والفيديو ان شاء الله هتلاقوه على القناه. وطبعا كان قايل لكم ان الكثافات دي بتبقى كثافات عاليه، بتاعه الفرز التاني بتبقى كثافات عاليه قوي ومش موجوده في الفرز الاول. ومش معنى ان هي فرز تاني يعني سفنج قديم، لا، ده سفنج جديد خالص طالع من المصنع، بس بيبقى فيه بعض العيوب البسيطه كده، لكن كثافته بتبقى اعلى من كثافه الفرز الاول، لان الفرز الاول ما بينزلش فيه الكثافات العاليه دي. تمام كده. وعندي الكلابات ديت سفنج 2 سنتي، وعندي كمان القاعده مرتبه 45 وعليها طبقه فايبر رول. وبعد كده بنشد عليها القماش بتاعنا. القماش زي ما انتم شايفين كده بيتاخد مقاس طول وعرض القاعده، وبيتقسم على مساحه القاعده، يعني في الطول وفي العرض. وبعد كده بنعمل المربعات اللي انتم شايفينها، خياطه كده عشان نطلع المربعات دي. وعند التقاء كل خطين اللي هو علامه الزائد دي بنعمل النغزه بتاعتنا عشان يطلع بالشكل ده. تمام. زي ما انتم شايفين المقاسات بالسنتي، يعني ما تلاقيش حاجه اكبر من حاجه او حاجه اصغر من حاجه. تمام كده. ده شكل الشازلونج اهوت. وده بقى السرير. دي كده السرير طبعا هيتركب بالميكانيزم في الدرج. هوريكم الدرج بتاعه. ده كده الدرج، طبعا مش هيبان شكله لانه وراه خشب وحواليه كركبه كتير. طبعا احنا في الورشه، فمن الطبيعي ان الكركبه دي تبقى موجوده في الورشه. فده شكل الدرج من قدام كده، طبعا متنجد ومتشطب اهوت. هيتركب فيه بالميكانيزم. وريت لكم الميكانيزم في الفيديو بتاع النجاره. هيتركب فيه بقى الجزء بتاع السرير دوت بالميكانيزم، وهيدخل بقى في مكانه اللي هو في الكنبه من تحت. شايفين شكل المكان الفاضي تحتك في الكنبه ده؟ هو دوت زي الدرج كده، بيخش فيه درج السرير دوت،
وطبعا وريتهولكوا في فيديوهات كتيره قوي ازاي بيتفتح وبيتقفل. تمام كده. نيجي بقى للشلت بتاعه الظهر والكوشنات. هوريكوا الالوان اللي العميل مشتريها للكوشن، وشلت الظهر طبعا هتبقى من نفس قماش الركنه. ودي كده الشلت بتاعه الظهر طبعا متخيطه ومتشطبه، فاضل لها بس النغز، نفس النغز اللي بتبقى في القاعده ديت هتتعمل هنا عند يعني عند علامه الزائد دي هتعمل نغزه هنا ونغزه في الناحيه التانية. تمام. وده الكوشن العميل اختار هنا اللون الاسود والاصفر، عملنا له منه الكوشن بتاعه. طبعا هو متشطب ومتكيس. وادي شلت الظهر وادي الكوشنات. باقي الكوشنات طبعا ورا، بس انا جايبه لكم جزء منها عشان تشوفوا الالوان. وطبعا الخشب بتاعنا خشب زان، وانا كنت متكلمه عنه في فيديو مخصوص لوحده في فيديو من الفيديوهات السابقه. ولو انا نسيت اقول حاجه، ولو انتوا عايزين تسالوا على اي حاجه او تستفسروا، بسيب لكم رقم الواتس بتاع زوجي في صندوق الوصف تحت الفيديو. لو عايزين تستفسروا عن اي حاجه ابعتوا له على الواتس، هو بيرد على كل الاستفسارات وبيرد على كل الناس. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو حسيتوا ان الفيديو فيه اي معلومه مفيده او يعني اي حاجه فادتكم في الفيديو، ما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.